تنظرين إلى المطبخ مقلوب رأسا على عقب، لا تستطيعين ترتيبه رغم أنك تريدين ذلك ولا تعرفين من أين تبدأين. صدقيني، فوضى المنزل تبدأ بفوضى الأفكار. عندما تصلين لمرحلة التشتت فعليك ألا تلومي نفسك أبدا على ذلك، عليك فقط أن تستعيني بالله. أجلي العمل في المطبخ حتى تهدأ نفسيتك، وقومي في ذلك الوقت بجلسة صلاة وذكر مدة نصف ساعة فقط. اجلسي على سجادتك وسبحي 1000 مرة وصلي صلاة الفريضة، ثم قومي. ستشعرين أنك أعدت برمجة دماغك من جديد. ثم ابدأي بتنظيف المطبخ. السلام عليكم، اسمحوا لي قطعت عليكم الفيديو، ولكن بالنسبه اللي بغات هاد الشبكه فراه كتعاون بزاف في تنظيم الاواني ودغيا كترتبيهم بشكل سريع. فيها بزاف ديال المميزات، انها كتستقل، ما كتحركش، ما كتصداش، سريعه التركب، خفيفه، وتحطيها في اي بلاصه. تصلح الاواني، تصلح فوق البوطاجي عفوا، وتقدر تصلح حتى مثلا ديرها فوق الفران ديال الضو ولا فوق فوق الشيميني، تحطي فيها الاواني ترتبيهم. هي زعما كترتب ليك الاواني، ما كيكونش داك الفوضى ديال الماعن، خصوصا الا كانت عندك شي مناسبه. يعني كل حاجه وبلاصتها وما كتخافيش عليهم، يعني ما كيطيحوا ما والو. الشبكه زاكيه وثقيله، هي ماشي ثقيله ولكن فيها شي بارتيات في هذا في الرجلين كيشدوا في الجليج ولا في الرخام، يعني ما كيتحركوش مازال. هذا ما كاين. المهم اللي بغات تواصل معايا عبر الواتساب غنخلي لكم النمره ديالي، ها هي، تواصلوا معايا وان شاء الله يكون خير. التوصيل راه كاين في المغرب كامل ومجاني. المهم يتواصلوا معايا ان شاء الله. وهادو الاراء ديال الزبناء اللي كانوا خداوها عندي شحال هذه العمليه، واللي نتابع الفيديو بخطوات نصحتني بهم عامله في فندق عندها خبره في الترتيب وفي تراكم الصحون. أول ما يلاحظه المرء هو الأسطح، لذلك ابدأي بتطريف الأواني، الكؤوس لوحدها والصحن لوحدها والملاعق والسكاكين لوحدها، والطناجر أيضا املئيها بالماء وطرفيها حتى يسهل تنظيفها بعد ذلك. وامسحي سطح المطبخ، امسحيه جيدا واغسلي الحوض جيدا حتى تشمي رائحة النظافة. ثم ارجعي الأواني فوق سطح المطبخ، لا تغسليها الآن، انتظري حتى تنظفي أرضية المطبخ. نظفي أرضية المطبخ لتشعرك أن المطبخ نظيف وترتاح نفسيتك بشطف الطاقة السلبية. الآن اجلسي واحتسي كوبا من القهوة الدافئة واسترجعي نشاطك. ثم ابدأي بغسل الأواني ابتداء من أكبرهم حجما، الطناجر، ثم الصحون والكؤوس والملاعق، هكذا بالترتيب تصاعديا. بينما تجف الأواني نظفي الخزائن وامسحي الفرن، ثم ارجعي كل شيء مكانه، ثم امسحي الأرضية بمنظف ذو رائحة زكية، وهكذا تكونين قد انتهيت. الآن حضري طعاما خفيفا واغسلي الأواني على الفور بعد الانتهاء من الأكل. لا تنسي أبدا، الفوضى فوضى الأفكار، الفوضى تبدأ من عقلك. لا تتركي مجالا لعقلك أبدا بالتفكير السلبي. أشغلي لسانك دائما بذكر الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسي الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب حتى يصلك كل جديد إن شاء الله.